يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح الياسمين. النهارده مع أكلة فرح محتاسة. معانا ايه النهارده؟ محشي مكرونة نجريسكو وفراخ، والدنيا ملخبطة معايا نهائي. تيجي مع بعض نشوف هنعمل ايه. يلا، احنا هنبدأ مع بعض سلق الكرنب اهو. انا جبت لكم على قد ما اقدر كده. احنا معانا سلق الكرنب وحاطين حلة على النار. انا معايا بصلايه حطيتها في الكبه، وهنحط زبده معلقتين كبار عشان عندي كميه كبيره. والمحشي اللي عندي بقى ايه؟ مناخ صيفي مش شتوي. احنا في عز الشتاء والناس طالبه مني بتنجان وكوسه وفلفل. نعمل لهم ولا ما نعمل لهمش؟ احنا بحكم شغلنا ما بنقولش الحاجه لا. بحط كميه زبده كتير وكميه زيت كتير. عندي بصلتين كبار بعملهم في الكبه. ما شاء الله على الكبه بتاعتي. قلت لكم قبل كده الكبه بتاعتي جميله. بصوا اكني مخرطاها بالظبط اهي. انزل على البصلايه على الزبده ونبدا نعمل الطماطم. الستات الشاطره ما بتقولش يعني ايه وفين وتستصعب حاجه. انا مش عارفه استصعب حاجه. نمت من النوم لقيت الاوردرات ديت مطلوبه مني فقلت اعملها معاكم. شوفوا الكبه بتاعتي بحط فيها الطماطم اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، انا في المحشي ما بحبش احمر البصلايه قوي. هنحط لها قرنين فلفل كده خراطين، وعلى حسب ما تحبي. لو حابه تحطيه مع الطماطم حطيه، حابه تخرطيه كده خرطيه. بيديني ريحه وطعم جميل جدا جدا لما بقطعه كده. انا متشكره قوي قوي اللي خارج مصر وداخل مصر اللي بعت لي كومنتات جميله. بشكرهم جدا جدا على وقفتهم معايا ودعمهم ليا. انا عايزه اعزز قوام الطماطم عشان احنا الجو الشتوي الطماطم ما بتبقاش حمرا قوي. انا جبت لها برطمان صلصه. بصوا عشان بس اعزز القوام بتاع الطماطم. حبايب قلبي انا معايا كميه طماطم معايا كميه طماطم 3 كيلو. بصوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على الكبه ولا الخلاط. ونيجي هنا مع الكرنب عشان نسلقه. بصوا حبايب قلبي، هي كده الكرنبايه هي هنسلقها اهي. انا دايما بشتغل بسمنتي عشان في حد سألني. بشتغل بسمنتي سمنه بلدي. والسمنه البلدي دي انا اللي بعملها، وان شاء الله ان شاء الله هوريكم قريب جدا
عمايل السمنه البلدي معاكم. هنا نقلب الكرنبايه مع بعض. تستوي كده، الضلوع دي تحس ان هي استوت، تقلبيها كده ب5 دقايق بالظبط وتطلعها. بصوا يا حبايبي كده احنا ايه، بصوا هنطلع واحده واحده، هنحطها في الميه، ميه تكون ساقعه من الحنفيه. حابه تحطي كمون في الميه السليق حطي، انا مش بحب احط كمون، بس في ناس كتير بتحب تحط الكمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلبي بصوا احنا النهارده كل سنه وانتم طيبين، احنا النهارده داخلين على نص رجب، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عقبال الشهرين الجايين ما يعدوا على خير باذن الله. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي على الرخامه، مش لازم وش يبان، اهم شيء اعرفكم احنا هنعمل ايه مع بعض. الجزر، ناس كتير قالت لي احنا عاوزين نشوف تقوير الجزر ازاي. الجزر معانا اهو، هنشيل الحته دي بالمقوره او بالمقوار بتاعك اهو، مش احنا قلنا لكم احنا في مناخ شتوي، بس في جماعه طالبين مننا اكل صيفي. الجزر بيبقى جميل جدا 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 في الاكل. ناس تقول لك ده، في ناس تقول لك ده هيبقى مسكر، لا، هي المحشي الملح بتاعه المظبوط، وتحشي الجزر من تحت في الحله، هتاخد الحياء بتاع المحشي كله، هيبقى طعمه كويس جدا حلو جدا، مش صعب ولا حاجه. بصوا حبايبي هنجيب المقوره، بصوا هنشيل الطبقه اللي على الوش دي، سهله جدا جدا جدا. والكوسه معانا اهي عشان نخلص الحاجه اللي معانا واوريكم احنا هنخلص ازاي. كده احنا حطينا الصلصه على النار، وبنسلق بيت الكرنب عشان عندي كميه كبيره، واحنا واقفين بدل ما نبقى واقفين كده مستنيين الكرنب يستوي، لا احنا بنعمل حاجه تانية. بصوا الكوسه انا بحب اعملها كده، بتدي شكل جميل جدا اهي، شكل حلو قوي. البتنجان ما كنتش متوقعه الاقي بتنجان في السوق، رحت ولقيت ب12 جنيه، بس حلو. وجبت بتنجان اسمر يبقى جميل زي السمنه في المحشي، بيبقى جميل جدا في المحشي البتنجان الاسمر ده. خلص تقوير وسليق كرنب وجهز الخلطه معانا، ونضف الخضره بتاعتنا. الشبت دي كزبره وده شبت، هنضفه ونخرطه، واجي معاكم في تنظيف الفراخ. وكده يا حبايب قلبي احنا قورنا البتنجان والكوسه والفلفل اهو، قورناه وغسلناه، والصلصه معانا اتسبكت، وخرطنا عليها الخضره، وهنحط عليها الرز، وهنحط لها الملح،
وعندنا قلبين شوربة ماجي هنحطهم. بتدي تعزيزة حلوة للمحشي، طعم حلو، وانتي ورغبتك برضو. معانا كمون، معانا فلفل اسمر، معانا كزبرة، هنحط شوية زيت تاني. احنا حطينا مع بعض التقلية، تقلية المحشي، وهنقلبها تقليبة كويسة. معانا الورق معانا بقى اهو، اللي ما بيعرفش يقطع ورق الكرنب اهي الورقة بحالها اهي. هنيجي هنا كده نشيل الحتة الناشفة وهنقطع كده اهو كده اهي. معانا الورقة قد كده، هنلاقي نحط الرز هنا ونلفها كده، هتبقى معانا الصباع صغنون وحلو. وهنقطع الكمية كلها زي بعضها وهنقلب الخضرة في الصلصة وهنرجع تاني مع بعض. هنسويها برضه هتخرج اوردر. انا هنا معايا ليا حطيت شوية هنا على الشوربة، وهنزود المحشي ده. واحنا كده حبايب قلبي هنبدأ في أعمال المكرونة. حاجات كلها سهلة وبسيطة إن شاء الله. حطينا المية على النار وهنعمل تتبيلة الفراخ. هنحط بصلتين في الكبة، هنحط لهم هنا معلقتين سمنة، احنا هنا حطينا معلقتين سمنة وهنضرب البصلتين. عملنا البصلتين في الكبة هما، وفي نفس الكبة هنعمل البانيه. جايبين نص كيلو بانيه، هنعملها بقى نجريسكو تبقى جميلة. وفي نفس الكبة هنفرم البانيه. انا جايباها بانيه مقطع. بصوا كل الحاجات دي في خلال ساعة هتفوجئ بأحلى وجبات في بيتك. كده انا حطيت اهو فرمت البانيه، بس عشان التليفون فصل مننا نزلته على البصلايه. هننزل بالفلفل الاسمر والكمون والكزبره. حابه تحطي قرن الفلفل الاخضر ماشي، قلبيها تقريبا كويسه وغطيها وسيبيها. هنغطيها ونسيبها تستوي. انتوا بقى تسامحوني عشان التليفوني فصل وانا بصور،
التليفون راح فصل مني. فانا سلقت المكرونه، انتوا شفتوا الميه كانت محطوطه، وبعدين الستات الشاطره عارفه المكرونه بتتسلق ازاي. معانا هنا 4 معالق دقيق كبار حطيتهم على الزبده. احنا كده احنا مع بعض حمرنا الدقيق في السمنه. هننزل باللبن واحده واحده. انا معايا 1.5 كيلو لبن. نبدا نضيف فيه كده، هنحط له الملح بتاعه، نحط شويه صغيرين خالص قرفه. طعم المكرونه البشاميل بتديله طعم جميل جدا. عندي بهار مشكل شويه صغيرين، وشويه كمون. وبكده حطينا احنا كل حاجه احنا عاوزينها، المكونات بتاعتها. حابه تحطي شوربه ماجي حطي، مش حابه خلاص براحتك. وبكده احنا خدنا القوام بتاعها اهو، قوامها جميل جدا. كده حبايب قلبي احنا خلصنا اهو المكرونه، عشان صوت القران بتاع المغرب واللي مخليها اللون ده لون الكمون. هندخلها الفرن ونرجع تاني مع بعض. كده حبايب قلبي احنا خلصنا المحشي معانا اهو. اللي راح نايل لاصحابه راح، وده اللي مستوي، والمكرونه البشاميل اللي نجرس شويه، والفراخ المشويه، ولسه معانا محشي على النار. وشير وسبسكرايب لاكل الفرح. باي باي.